بتفكر ان النجاح محتاج بس شغل وتعب؟ الحقيقة اللي محدش هيقولها لك، معظم رجال الاعمال الكبار كذبوا شوية في البداية عشان يكسبوا الثقة. الحقيقة الاولى، الكذب الابيض هو اساس بناء البراند. الخدعة، رجال الاعمال الناجحين احيانا بيبالغوا في وصف قدراتهم او امكانياتهم عشان يكسبوا العملاء او المستثمرين. مثال عملي، مثلا ستيف جوبز لما عرض اول جهاز ابل، ما كانش الجهاز مكتمل فعليا وقتها، لكنه قدمه على انه منتج ثوري عشان يحصل على تمويل يكمله. نصيحة عملية، لو عندك فكرة ما تستناش تكون كاملة 100%، قدمها للناس بمهارة وكأنها أقوى حاجة في السوق. الحقيقة التانية، fake it till you make it، الخدعة. كتير من رواد الأعمال بيمثلوا أنهم ناجحين في بداياتهم عشان يجذبوا الناس ليهم. يعني مثلا جاك ما مؤسس علي بابا قدم الشركة على أنها منصة عالمية، رغم ان في بدايتها ما كانش فيها اكتر من كام عميل بسيط. نصيحة عملية، ابني صورة قوية لنفسك او لشركتك على السوشيال ميديا، واظهر نجاحك الحالي كأنه حاجة اكبر بكتير. الحقيقة التالتة، الوعود الكبيرة بتجيب الفلوس. ازاي؟ اصحاب المشاريع الكبيرة بيقدموا وعود ضخمة عن المستقبل حتى لو لسه مفيش اثباتات. يعني ايلون ماسك مثلا وعد ان تسلا هتكون اكبر شركة سيارات كهربائية في العالم، رغم ان في البداية كانت بتعاني من الافلاس. نصيحة عملية، لما تقدم مشروعك او منتجك استخدم عبارات قوية وواضحة عن المستقبل. يعني هتبقى الشركة رقم 1، منتجنا هيغير السوق. الحقيقة الرابعة، الشجاعة في المواجهة. الخدعة، لما تكذب شوية او تبالغ لازم تكون مستعد تواجه اي تحدي يثبت عكس كلامك، فبلاش تكذب لو سمحت. مثال عملي، ريتشارد برانسون وعد عملاء شركته للطيران بخدمة فخمة، رغم ان الطيارات وقتها كانت متواضعة جدا، لكنه واجه التحدي وطور الخدمات فعلا بسرعة. هقول لك على نصيحة، لما تبالغ في وعودك اشتغل بجد عشان توصل لكلامك وتحقق جزء كبير من اللي انت قلته. خطوات عملية للنجاح باستخدام الفكرة دي: 1. بالغ بذكاء مش بكذب صريح، يعني قدم نفسك او منتجك كافضل من المنافسين حتى لو لسه في بداية الطريق. 2. احكي قصص نجاح حتى لو لسه بسيطة، استخدم نجاحاتك الصغيرة واظهرها كأنها انجازات ضخمة تجذب انتباه الناس. 3. اخلق صورة قوية على السوشيال ميديا، ابني صورة محترفة وشكل براند قوي من خلال الصور، الفيديوهات والمحتوى. 4. اجذب الناس بوعود مستقبلية واضحة، استخدم عبارات زي هتغير حياتك، هتبقى رقم 1 في السوق عشان تخلي الناس تصدقك. لو سمحت. 5. اشتغل بجد لتحقيق وعودك، لو وعدت بحاجة كبيرة اشتغل عليها بقوة عشان تحققها او توصل قريب منها. الخلاصة، معظم رجال الاعمال الناجحين كذبوا شوية عشان يبنوا نجاحهم. المهم انك تعرف ازاي تبالغ بذكاء وتشتغل عشان تحقق الكلام اللي قلته. الكذب في البدايات عيب لو كان هو طريقك للنجاح. هل توافق ان الكذب الذكي جزء من النجاح؟ وايه رأيك في استخدام التكتيك ده في شغلك؟